السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على السيرم ده، حلو جدا مفيد للبشرة. هو ايه بالظبط؟ ده نوع من منتجات العناية بالبشرة، يشتغل على تحسين مشاكل زي التجاعيد، الخطوط الرفيعة، وتوحيد لون البشرة. تركيبته بتكون عبارة عن ايه؟ عن ريتينول، مشتقات من فيتامين ألف أو فيتامين A. يساعد في تقليل التجاعيد، يحفز إنتاج الكولاجين وتنعيم البشرة. وفيتامين B3 من نياسيناميد بيهدي البشرة، يقلل الإحمرار، وبيحافظ على ترطيبها. فوائده: بيقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة، بيوحد البشرة ويفتحها، بيحسن ملمس البشرة وبينعمها، وبيقلل التصبغات والبقع الداكنة. طريقة استخدامه: بنحط السيرم بالليل على وش ورقبة بعد ما تكوني غسلتي وشك كويس جدا. وزعيه بلطف بكمية صغيرة، واستخدمي بعدين مرطب على طول. في الصبح لازم تحطي واقي شمس علشان الروتينول بيخلي البشرة حساسة للشمس. كمان ابدأي استخدميه مرتين في الأسبوع بالتدريج. زودي لو بشرتك استحملته، ما استحملتهوش يبقى أو حصل تهيج أو جفاف في البشرة، قللي الاستخدام على قد ما تقدري. وزوري الطبيب أو استشيري طبيب أمراض جلدية. وما تستخدمهوش مع منتجات فيها أحماض قوية أو مقشرات عشان بيهيج البشرة، أو لو اختلطوا الاتنين مع بعض بيتفاعلوا ويهيجوا البشرة. وما ينفعش على الحوامل ولا الرضع، ولازم تستشيري طبيب لو انت شاكة بس في الموضوع ده. بيسبب تهيج للبشرة الحساسة في الأول. لو تعرضت كمان بعد استخدامه للشمس، بيعمل بدون واقي شمس بيعمل احمرار والتهاب في البشرة، وكمان جفاف. أو بعد التقشير برضو ما تتعرضيش للشمس، ما تستخدموش بعد التقشير مباشرة. ولازم تستخدمه مرطب بكمية كبيرة بعديه يكون مناسب لبشرتك. زي ما قلتلك، يستخدم بالليل على بشرة نظيفة وجافة. كمان كمية صغيرة بتكفي لتغطية الوجه كله، ما تكتريش علشان ما تحصلش نتائج عكسية. ولازم ترطبي البشرة بعد استخدامه، تجنب أشعة الشمس، واستخدام واقي. دول أهم نصايح ممكن أقولها لك من استخدامك للريتينول. هو منتج حلو جدا وهيجيب معاكي نتيجة من أول أسبوع استخدام. هتلاحظي بالفرق، هيقلل المسام جدا وبيخلي البشرة ناعمة ورقيقة جدا. يفضل عند شرائه ممكن تشتري من أماكن تكون موثوق منها زي الصيدليات والصيدليات الكبيرة بالذات، لأنه بيكون مغشوش ساعات. ولازم نتأكد إنه هو ده المنتج الأصلي ومضمون. في نهاية الفيديو أقولك إن دي معلومات بسيطة عن الريتينول. ممكن تدخلي على أي انترنت ولا أي شيء وتعرفي الفوائد العديدة للمنتج اللي هتستخدميه أو أضراره بكل سهولة. أشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.